بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كرم أحمد. اليوم راح نبلش إن شاء الله في أول درس من دروس تعلم لغة الجافا للمبتدئين. للي ما عنده خلفية عن الجافا بيقدر يحضر الدرس ويستفيد معنا. إن شاء الله راح نبلش في الدرس الأول. مقدمة عن لغة الجافا. لغة الجافا من اللغات الحديثة اللي أنتجتها شركة صن مايكرو سيستم لتتناسب مع التطبيقات الحديثة لعام 1995. يعني اللي أنتج لغة الجافا هي شركة صن مايكرو سيستم عام 1995. الجافا ابلكيشن عندنا ويب ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن، وكلاينت. الويب ابلكيشن اللي هي بقدر اصمم اكواد بالجافا واستدعيها في مواقع الانترنت عن طريق بصيغة HTML. الديسكتوب ابلكيشن نفس الابلكيشن الموجودة عندي في السي والسي بلس بلس، لانها لغة الجافا مبنية على لغة السي. الكلاينت او السيرفر من خلالها بصمم اكواد برمجية بتخدم عند الجيمز وتطبيقات للموبايل. مواصفات الجافا او بتتميز الجافا بعدة مميزات. عندي 4 مميزات. الاو بي 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 يعني Object Oriented Programming، وعندي الجي في ام جافا فيرتشوال ماشين، وعندي الكلاس، وعندي البيلت فورم اندبندنت. الاوبجكت اورينتد سوري، عندي هنا خطأ، او بي هي مش او بي بي، اوبجكت اورينتد بروجرامينج، اللي هي الاساس تبعت الجافا اللي بتسهل لي استخدام لغة الجافا. الجافا فيرتشوال ماشين هي بيئة عمل الجافا. الكلاسز هي الفصائل او المكتبات تحت الجافا. البلت فور اندبندنت اللي هي بتخليني اشتغل على اي نظام تشغيل. نشوفهم واحدة واحدة. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كانت البرمجة التقليدية تجبر المبرمج على أن يقوم بكتابة عدة أسطر برمجية أكثر من مرة. يعني كيف البرمجة قديما كان عشان أكتب زر يخرج لي أيقونة لازم أكتب أكثر من كود عشان يطلع لي هذا الزر، وهيك بتصعب على المبرمج عدد الأسطر، ولما يكون في أخطاء يعني المبرمج بتصعب إنه يكتشف الخطأ بسرعة. لكن مع ظهور البرمجة الكائنية أصبح الأمر أسهل وأيسر. يعني مع ظهور لغات البرمجة الحديثة يعني خلال سطر واحد ممكن يفي بالغرض، أو جملة طباعة في سطر. جافا فيرتشوال ماشين اللي هي جي في ام عبارة عن بيئة تشغيل خاصة بالجافا. يعني هذا مميز الجافا إنه إلها بيئة تشغيل خاصة فيها. بتحول بتترجم البرنامج من لغة الجافا إلى لغة الآلة، وبالتالي أصبحت لغة الجافا غير مرتبطة بنظام تشغيل معين. يعني لغة الجافا بتقدر تشتغل على الويندوز واللينكس وأنظمة التشغيل الأخرى. يعني تقول أنا عندي لينكس بقدرش أستخدم الجافا، لا بقدر أستخدمها. رسم توضيح للي ما فهمش الجافا فيرتشوال ماشين. يعني عندي عن طريق النوت باد عملت برنامج سميته ماي بروجرام دوت جافا. الكومبايلر باجي بعمل له كومبايلر عن طريق ملف اسمه جافا سي. جافا سي هو ملف الكومبايلر في لغة الجافا. بحول لي من ماي بروجرام دوت جافا ل ماي بروجرام دوت كلاس، يعني اللي هي الصيغة قبل النهائية قبل العرض. الجافا فيرتشوال ماشين بيعرض لي اياها حسب ما يتوافق مع نظام التشغيل. يعني ويندوز، لينكس، سولاريز. يعني هذه وظيفة الجافا فيرتشوال ماشين. بعد ما يعمل كومبايلر للبروجرام دوت جافا ويحول لي اياه لبروجرام دوت كلاس، تيجي جافا فيرتشوال ماشين يحول لي اياه يتناسب مع اي نظام من انظمة التشغيل. عندنا البالت فورم اندبندنت، وهي تعني انه الجافا غير مقيد باي برنامج باي نظام تشغيل. يعني كيف اي نظام تشغيل؟ يعني زي ما شرحنا قبل، مع وجود الجي في ام اللي هي الجافا فيرتشوال ماشين، لكل نظام تشغيل نقدر نشغل عليه الجافا، او نقدر نتعامل مع الجافا في اي نظام تشغيل موجود عندنا. يعني اصبح بالامكان تنفيذ نفس البرنامج على اكثر من نظام تشغيل. عندنا الكلاسز. الكلاسز هي فصائل موجودة في لغة الجافا. كيف هذه الفصائل أو المكتبات، الفصائل هذه موجودة في المكتبات. كيف هذه المكتبات ممكن نجيبها؟ عن طريق ملف اسمه الجي دي كي. الجي دي كي هو ملف صغير بننزله من موقع الجافا، بيعرض لي مكتبات كتيرة فيها كلاسز كبيرة برضو بقدر اتعامل معها، وبتسهل لي التعامل مع لغة الجافا.
اللي هي ممكن نقدر نتعامل مع الملفات وقتها، والرسوم ورسومات ثلاثية الأبعاد، والقواعد البيانات والشبكات والحركة والتعامل مع تطبيقات الإنترنت. آخر ميزة من مميزات الجافا اللي هي السي والسي بلس بلس. لقيت احنا قلنا انه هناك بعض التطبيقات في الجافا مبنية على تطبيقات في السي والسي بلس بلس نفسها، لانه احنا الجافا عملوها مبنيه على لغه قويه، يعني الجافا لغه قويه مبنيه على لغه قويه قبلها، يعني بنوها على لغه الجافا اللي لغه السي عفوا، اللي هي قويه، وبنوا عليها لغه الجافا. ففي مميزات مشتركه بين لغه الجافا ولغه السي، بالاضافه لمميزات خاصه بلغه الجافا. انتهت الشرح. انتظروني ان شاء الله في الشرح القادم، ان شاء الله يكون استفدتوا من هذا الشرح. واي استفسار تقدر تكتبوه بكومنت عن طريق اليوتيوب او الفيسبوك. شكرا.